يا جماعه دي مكتوب عليه ايجيبت. ده اكيد مش منتخب مصر. اكيد مش منتخب مصر. اكيد ده مش منتخب مصر. دي يا باشا ده جمهور، ده اتوبيس جماهير. ده فاضي ده اتوبيس جماهير يا باشا، ده نمره. كل دي تذاكر يا ديوان؟ هي دي اكيد تذكرتك. كل دي تذاكر؟ دي تذاكر الواحده ب 750 جنيه. 10 تذاكر. 10 تذاكر. 10 تذاكر نهائي بطولة افريقيا اللي احنا مش فيها. هتشجعوا مين النهارده يا شباب؟ الجزائر. كام ماتش؟ ان شاء الله 2-0 بغداد والبلاد. تحب تقول ايه لمنتخب مصر؟ مصر؟ مش عارف بصراحه، ما بقولهمش حاجه. خلي عندهم دم ويتفرجوا النهارده على الماتش. بيتفرجوا صح؟ هتشجع مين النهارده؟ السنغال. اشمعنى؟ اشمعنى؟ حلو السؤال ده. ايوه. السنغال ما هماش منافس مباشر لينا زي الجزائر. الجزائر طول عمرها هي الرايفل بتاع مصر في كاس العالم وفي كاس الامم في كل حاجه. فاكيد حابب ان انا اشجع السنغال، ما بحبش ان الجزائر خالص تطلع من الكاس من هنا يعني. لو الماتش كان في الجزائر تفتكر كانوا هيشجعونا؟ استحاله. مستحيل صح؟ استحاله. لا طبعا استحاله. مش محتاجه تفكير يا باشا. صح كده. استحاله. تقول ايه لمنتخب مصر؟ اقول لا، لهم دول منتخب عايزين- مصر، اقول لهم كسفتونا والله، والقرف اللي احنا فيه ده. النهارده يا شباب النهارده السنغال طبعا. لو مصر كانت بتلعب النهائي في الجزائر تفتكر كانوا هيشجعونا؟ ليه؟ شعب بقى هنعمل ايه؟ كمية احباط غير طبيعي بجد. انا في قمة حزني ان انا نفس المكان ده اللي كنت بادي فيه اكسايتد جدا. انتوا كنتوا بتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت واحنا جايين وداخلين ومبسوطين عشان نحضر ماتش منتخب مصر، وانا حاجز تذكره ب 500 جنيه عشان اجي اتفرج على الجزائر والسنغال. يعني حسب الله ونعم الوكيل في اللي فاكرين نفسهم لعيبه كوره. ان شاء الله في حلقات هتنزل نتكلم فيها على اسباب اخفاق منتخب مصر في البطوله بالكامل، من الجهاز الفني للعيبه للاداره، توقعاتنا الفتره الجايه. بس هو شيء محزن بجد ان انت تيجي استاد القاهره تتفرج على نهائي افريقيا لفرقتين بيلعبوا غير مصر. انا كنت هنا في 2006. كميه المشاعر المتضاربه النهارده وانا جاي احضر نهائي نفس البطوله على نفس الملعب من نفس الدرجه، حاجه بجد محزنه يعني. طيب يعني وصلنا اهو الملعب الساعه دلوقتي 6:15. دخلنا كويس جدا، التنظيم ممتاز. تالتة يمين تحت جمهور الجزائر موجود ومالي المدرج كله. جمهور السنغال الناحيه الثانيه ضعيف شويه لسه، والمصريين طبعا سواء درجه ثالثه او درجه ثانيه ممكن يدخلوا يقعدوا في درجه ثانيه عادي. شيء محزن المنتخب مش موجود، الواحد بيتفرج على الملعب من فوق. انا لو من اللعيبه ابقى باكل النجيله بصراحه. درش ازيك يا علام؟ الكلام اللي بيحصل هناك بص، هو يعني انا اول مره الاقي احتلال لدرجه ثالثه يمين غير حد في مصر. الساعة دلوقتي 7 ساعتين بالظبط قبل الماتش والجزائريين مولعين الملعب. رايك ايه يا غزالي؟ عدد رهيب بصراحة. هو الجزائريين موجودين حوالي 20-25 ألف واحد لحد دلوقتي. اللي أنا عايز أقوله إن مصر لعبت نهائي كأس أفريقيا بره أرضها 3 مرات، مرة في 2008 ومرة 2010 ومرة في 2017. وبصراحة ما كانش فيه المنظر ده خالص، محدش راح بالأعداد الكبيرة ديت، ما كانش فيه المساندة الشديدة ديت للمصريين بره أرضهم، فدي حاجة تحترم برضه، دي حاجة تحترم والمفروض نتعلم منهم القصة دي بالذات. مصر مسهله لهم الموضوع، طيارات جايه من الجزائر في نفس اليوم داخله على القاهره. برضه الموضوع حدث ما تبقى بطوله افريقيا. ما اعتقدش لو كان السفير المصري في اي دوله من الدول الخارجيه دي طلب نفس التسهيلات كانت الناس هتصعبها علينا. هو الناس بتحب الكوره بزياده قوي ومستعدين يروحوا ورا فرقتهم اي حته. احترم الحته دي فيهم بصراحه. طيب رايك ايه في جماهير السنغال؟ عددهم تقريبا كام واحد؟ جمهور السنغال قاعد في ثالثه شمال، ما اعتقدش ان هم يعدوا ال 5000 متفرج يعني. بس الظاهره الاكبر بصراحه جمهور الجزائر. الجزائر جمهور رهيب يا جماعه. بعيد شويه هم واخدين ثالثه كلها. هو امن الاستاد غالبا قعد كل الجنات ثالثه يمين ومنع اي حد حتى المصريين اللي في ثالثه يمين ان هم يقعدوا مع جمهور الجزائر. يا غزال يا افريكان يا جامد.
لسه مكمله. والحفله حلوه، دايما حفلات الختام بتبقى دقيقتين 3 كده باغنيه وبتقفل، بس لا المره دي في حاجات لطيفه والحفله لسه فيها 10 دقايق كمان. لسه معانا وقت، وفي علم الجزائر وعلم السنغال نزلوا الملعب اهم. فرقتين يستحقوا يراقبوا في النهايه. فرقتين محترمين طبعا، احسن فرقتين فرقتين في افريقيا فعلا، اقوى فرقتين، وحتى على مستوى اللعيبه الفرديه اقوى لعيبه في افريقيا هم لعيبه الجزائر والسنغال. الماتش، توقعاتك ايه الماتش يا ديوان؟ انا حاسس ان السنغال ممكن تكسب الماتش، لان هي ممكن تبقى اتعلمت من الدرس بتاع الدور الاول. بس ماتش صعب جدا انك انت تتوقعه، الفرقتين احسن فرقتين في الدنيا، احسن جاهزيه، احسن دفاع، احسن هجوم. ماتش حلو جدا، بس اتوقع ان السنغال تتعلم من غلطتها. توقعاتك ايه الماتش؟ اتمنى السنغال تكسب، توقعاتي 60-65% جزائر. هجمة منظمة قوي. وساديو عالي، ساديو قوي. لا ساديو حلو، يعني ساديو في الملعب تقيل. اديني معلومة تانية غير ساديو. ساديو حلو، دي معلومة مش محترمة. عارف غير ساديو ماني يا جماعة. سلسلة تضييع الوقت اللي هتتكثف جامد قوي في الشوط الثاني لو السنغال ما خدت بالك في كام فاول وكام واحد وقع يتعالج وكام واحد بيقع في كل كوره. هم خطوا الجون وبداوا بريتم معين يسحبوا الماتش زي ما هم عايزين. كوره في الماتش، كوره في الماتش. نيانج مع الاستلامه والشوطه وادي جمهور السنغال سخن هناك اهو. جاب الميلان دول ولا ايه؟ جاب الميلان دول ولا ايه؟ حاجه من حاجات الميلان دي. قوي. الجزائر ما قدمتش حاجه لغايه دلوقتي، كل اللي هي قدمته جيب جول وموت عليه، دي الخطه اللي بتلعب بيها لغايه دلوقتي. ويعمل فاولات كتير ويضيع وقت بتاع 14 15 فاول لحد دلوقتي. لحد دلوقتي 13 فاول في الاحصائيات. شكلها كده فيها فار. الشكل العام بيقول انه هيروح للفار. رايك ايه في اول 25 دقيقه في الشوط الثاني يا كابتن مجدي؟ انا شايف دلوقتي الجزائر بدات تقل قوي بدنيا، وفي يعني ان شاء الله فرص اكثر من السنغال في الفتره دي. اخر ربع ساعه، اخر 10 دقائق. هيعرفوا يجيبوا جول ولا الجزائر ان شاء الله سيرافيم، ان شاء الله سيرافيم. 7-8 دقايق على الجول الثاني للجزائر، حاسس كده مش عارف ليه. هم واقفين في ملعبهم معاهم. طيب فنيا يا علي، انت راجل مدرب، فنيا الجزائر تكسب النهارده؟ الجزائر من اول البطوله تستاهل البطوله بصراحه. النهارده هم جابوا جول، خطفوا جول في اول الماتش واقفين. والماتشات النهائيات بتحتاج ان انت تعمل كده مكسب تجاري، مش مهم تلعب كوره، المهم انت بتاخد بطوله. نادي الزمالك كان وحش جدا السنه دي في افريقيا، خد بطوله وهو وحش جدا. فاضل حوالي ربع ساعه، تتوقع هيستحملوا انا هيصمدوا؟ حاسس ان السنغال دلوقتي هتغامر اكتر، والجزائر اتوقع يعني ان رياض محرز هيخطف الجول الثاني، حاسس كده يعني. والله ايه؟ والله كان 7 دقايق، خلي بالك مش هتكمل ال7 دقايق. ايه ده؟ ايه ده؟ حته بقى فرنسا كده المس ايه؟ اوه عنده الجول. ايه اللي بيعمله ده؟ دي فورت الماتش، دي فورت الماتش. دي مش شوطة الجول اصلا. الوقفه دي شوطة اخر دقيقة اللي دايما بتيجي في الشبكة اهي. بطولة قوية من الجزائر
تهزهم في اي حاجه. اقسم بالله اللي هيبوظ حاجه في الاستاد السيسي مش هيروح على هو دافع ثمنها. انا بقول لكم